بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أمير فاروق، وبكمل معاكم محتوى الويب دبلومة. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على مقدمة عامة كده عن الويب سايتس وعن الويب، واحنا محتاجين ايه في مجال الويب ده، وايه هي التولز اللي احنا محتاجين ان هي تبقى معانا. كمان كنا اتكلمنا برضو على ازاي او ايه الفرق ما بين الويب ديفلوبر والويب ديزاينر. كنا في التولز بتاعت الويب دبلومه اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا ان احنا هندرس لغه اسمها لغه HTML، وكنا بنقول ان اللغه دي الهدف منها او دورها ان احنا نعمل تصميم لمحتوى الويب سايت بتاعنا، وكنا بنقول ان مجرد بس ان احنا بنصمم شكل الموقع بتاعنا. النهارده عايزين نبتدي نعرف بقى ازاي ان احنا نقدر نتعامل مع لغه ال HTML دي. اولا HTML اختصار ل Hypertext Markup Language. اللغة دي قلنا الهدف منها ايه؟ اللغة دي قلنا الهدف منها ان هي تعمل تصميم لمحتوى الويب سايت. من هنا لغاية نهاية الدبلومة دي اي لغة عايزين ندرسها لازم تكون عارف عن اللغة دي 3 حاجات. رقم 1 لازم تكون عارف اللغة دي موجودة ليه. رقم 2 لازم تبقى عارف اللغة دي بتكتبها فين. رقم 3 لازم تبقى عارف اللغة دي بتكتبها ازاي. اغلبنا لما بيجي يدرس اي لغة، اي لغة ان كان لغة برمجة او ايا كان، يعني دايما بيبقى مركز في بتتكتب ازاي. عايز اعرف الكود اللي بيعمل الحاجة الفلانية، عايز اعرف الكود اللي بيعمل مش عارف صورة، عايز اعرف الكود اللي بيعمل الحاجة الفلانية. طيب هو انت لو عارف الكود وما تعرفش الكود ده بيتكتب فين، هتعرف تستفاد منه حاجة؟ اكيد لا طبعا. طيب هو انت لو معاك الكود ومش عارف الهدف منه ايه، هتعرف تعمل بيه حاجة؟ برضو لا. فانا مش عايز الناس تبقى مركزة في طريقة كتابة الكود فقط، لا، انا عايز اعرف اللغة دي موجودة ليه، عايز اعرف اللغة دي بتتكتب فين. بعد كده في الاخر خالص فهمت دول كويس قوي، تعالى بقى نشوف اللغة دي بتتكتب ازاي. طيب احنا كنا بنقول اللغة دي ليه موجودة؟ اللغة دي موجودة عشان تعمل تصميم للموقع الالكتروني بتاعك. حضرتك عايز تصمم موقع الكتروني، تقدر تصمم الموقع الالكتروني ده عن طريق لغة HTML. وطبعا احنا فهمنا ليه اصلا انا بعمل موقع الكتروني، قلنا المرة اللي فاتت علشان عايز اعرض فيه مجموعة بيانات. برضو كنا قلنا المرة اللي فاتت البيانات دي هي عبارة عن ايه. انا عايز اجمع كل ده، الناس تبقى دايما حاضر في ذهنها الكلام اللي انا بقوله. يعني احنا كنا بنقول الموقع الالكتروني او ال HTML بعمل بيه ايه؟ بصمم بيه موقع الكتروني. الموقع الالكتروني بعمل بيه ايه؟ الموقع الالكتروني بعمل فيه عرض للبيانات بتاعتي. طب البيانات دي عبارة عن ايه؟ البيانات دي قد تكون صور، قد تكون مثلا نصوص، قد تكون فيديو، ممكن تكون نص، ممكن تكون جدول، ممكن تكون اي بيانات تانية من البيانات اللي حضرتك بتشوفها في المواقع الالكترونية بتاعتك. يبقى انا عايز اصمم موقع الكتروني عن طريق لغة HTML. هتصمم موقع ليه؟ عشان اعرض فيه بيانات. بيانات زي ايه؟ زي الصور، زي النصوص، زي الفيديو، زي الجداول. طيب جميل كده، انا خلصت من النقطة الاولانية. انا كده عارف ايه الهدف اللي انا بسعى ليه من دراستي للغة HTML. طيب النقطة التانية وهي وير. اقدر ان انا اكتب اللغة دي فين؟ الحقيقة كلمة وير دي اقصد بيها حاجتين. اولا وير دي اقصد بيها البروجرام، اقصد بيها برنامج، ووير اقصد بيها ملف. يا ترى هتكتب اللغة دي في برنامج ايه؟ وهتكتب اللغة دي في ملف شكله ازاي؟ الملفات بقى ملف وورد ولا PDF ولا ملف ايه بالظبط؟ اولا
تقدر تكتب لغة ال HTML في أي برنامج محرر للنصوص. أي برنامج محرر للنصوص، أي برنامج تقدر تكتب فيه نص، أي برنامج تقدر تعمل فيه editing للتكست، ده تقدر تكتب فيه HTML. على سبيل المثال for example النوت باد. النوت باد بتاعت الويندوز حضرتك تقدر تكتب فيها لغة HTML. علشان كده كنت بقول في السيشن الأولى إنك علشان تعمل موقع إلكتروني كل حاجة من أول ما تبدأ الموقع لحد ما تشغله فري. عايز تكتب كود تقدر تستخدم برنامج زي النوت باد، فالنوت باد مش محتاج لايسنس، مش محتاج رخصة إنك تشتريها علشان تقدر تكتب، وبالتالي انت مش محتاج انك تدفع اي فلوس عشان تكتب الكود. يبقى اقدر اكتب فين اللغه دي كبرنامج؟ اي محرر نصوص زي النوت باد. ولكن احنا ان شاء الله في الكورس ده هنشتغل على برنامج اسمه Active State Komodo. كومودو Edit. البرنامج ده او كومودو اديتور يعني. البرنامج ده ليه؟ هو تسهيل بس مش اكتر. يعني البرنامج ده زي ما احنا شايفين كده، اولا السطور مترقمه. لما هنيجي نتعرف دلوقتي على البرنامج هنلاقي ان في حاجات سهله كتير في واجهه البرنامج. بيلون الكود كده بشكل يختلف عن النصوص والداتا، بيخلي الكود بتاعك فيه اوتو كومبليت فبيساعدك في الكتابه، تكتب الكود وهو يكمل لك. هنشوف هنتعرف على البرنامج ده دلوقتي ان شاء الله. ولكن انا بس عايز ابقى عارف ان انا مش شرط ان انا اسطب كومودو. لا عادي ممكن اشتغل على النوت باد بتاعت الويندوز، ولكن هيبقى فيها صعوبه شويه في الكتابه لان هي نوت باد بدائيه خالص، يعني اللي هي بالمنظر ده. فعادي تقدر تكتب فيها الفايل اللي انت عايزه. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت اقدر اكتب اللغه دي فين كبرنامج. طيب اقدر اكتب اللغه دي فين كملف؟ تقدر تكتب اللغه دي كملف في اي فايل يكون الامتداد بتاعه او الاكستنشن بتاعه .html. اي فايل الاكستنشن بتاعه .html. يعني ايه اكستنشن؟ للناس اللي مش فاهمه ده او مش عارفه ده، الاكستنشن او الامتداد للملفات هو اللي بيفهم الكمبيوتر اللي قدامي الملف ده بيشغله برنامج ايه. يعني مثلا عندي ملف نصي زي ملفات الوورد دي، هو الويندوز بيعرف منين ان الملف ده بيشتغل على برنامج الوورد؟ لما بيلاقي ان الاكستنشن او الامتداد بتاعه دوك اكس. بيفهم منين ان البي دي اف فايل ده بيشتغل على ادوب ريدر مثلا او فوكسيت ريدر او اي برامج القارئه للبي دي اف؟ لو كان الامتداد بتاعه او الاكستنشن بتاعه دوت بي دي اف، فبيفهم ان البرنامج ده هو اللي بيشغل الملف ده. طيب دوت اتش تي ام ال ده معناه ان الملف اللي انت بتكتبه هو ملف ويب، صفحه ويب، موقع الكتروني، وبالتالي بيفهم ان الملف ده بيشتغل، بيحصل له رن او بيعمل في برنامج اسمه براوزر او المتصفح. متصفح ده زي ايه؟ زي انترنت اكسبلورر، زي جوجل كروم، زي فايرفوكس، زي اوبرا، زي سفاري، زي ايج. دي كلها اسمها متصفحات، دي كلها برامج بتشغل ملف ال HTML، بتشغل الموقع الالكتروني بتاعي. يبقى انا كده قدرت ان انا افهم ليه ال HTML موجوده، قدرت ان انا افهم فين اقدر اكتب ال HTML دي كبرنامج، وفين اقدر اكتب ال HTML دي كملف، وقدرت كمان ان انا اعرف ان ملف ال HTML ده بيشتغل في حاجه اسمها براوزر. البراوزر ده زي الانترنت اكسبلورر، زي جوجل كروم، زي الفايرفوكس، زي الاوبرا، زي السفاري، زي الايدج. طيب هنوقف الفيديو ده لحد كده، وهنبتدي الفيديو اللي جاي في ازاي اقدر اكتب HTML
نبتدي نتعلم ازاي نبتدي نكتب اوامر اللغة دي، اوامر لغة HTML، ونفهم كل امر وظيفته ايه واللغة دي بتشتغل ازاي، ونبتدي نتعرف بقى على كل الاوامر اللي موجودة في لغة ال HTML. شكرا جدا ليكم لمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس يقدروا يستفادوا بيه. ما تترددش أبدا لو في أي حاجة مش فاهمة من إنك تعمل تعليق، وأنا دايما أكون موجود أجاوب على كل التعليقات اللي موجودة. شكرا ليكم مرة تانية، واستنوني في الفيديو اللي جاي بإذن الله علشان نقدر نتعلم بقى أوامر لغة HTML، ونبتدي إن احنا نعمل أول تصميم كده نشوفه على شاشة البراوزر أو المتصفح بتاعنا. كنت معاكم أمير فاروق في محتوى الويب دبلومة. أشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.